ايه هو اكل الشوارع الموجود في كازاخستان؟ حلقة النهاردة هوريكم على اشهر الاكلات بتاعة الشارع الموجودة في كازاخستان. وانا في واحد من اشهر الشوارع المشهورة جدا في مدينة الماطي في اكل الشوارع، فخليكم معايا وتابعوني. سمسة. السمسة عبارة عن معجنات تقليدية الشكل، هتلاقيها مليانة باللحوم. عمرك ما هتعصر على الكعك المخبوز إلا في كازاخستان. عادة ما بيكون لحم البقر أو لحم الضأن، بيبقى مع البصل والكثير من الدهون. السمسة بتشبه كتير جدا أكلة الحواوشي عندنا في مصر، هتلاقيها قريبة جدا من طعم الحواوشي عندنا في مصر، ده لأنها هتلاقي فيها لحمة كتيرة ومع البصل والبهارات، بس مكان العيش بيبقى فطاير. ودي واحدة من أجمل الأكلات الشعبية اللي هتلاقيها في أي مكان في كازاخستان. الدونر واحد من أجمل الشندوتشات الشعبية الموجودة في كازاخستان، بيتعمل سواء بصدور الدجاج أو بتقدر تعمله باللحمة. بتجيب الفراخ وتقطعها لحتت صغيرة، وبعد كده بتقليها في طاسة في الزيت، وبعد كده بتبتدي تحط عليها الملح والبهارات بتاعتها اللي انت عاوز تحطها عليها، وبعد كده بتغطيها وتسيبها لفترة لحد ما تدبل. بعد كده بتجيب الخيار والطماطم وتبتدي تقطعهم لحتت صغيرة، وبتجيب جبنة موتزاريلا وتبشرها أو جبنة رومي، وبتعمل معاهم كمان بطاطس مقلية، وبتبقى خلطة كلها على بعضها. بعد كده بتجيب الكاتشب والمايونيز بتخلطهم مع بعض وتحطهم على العيش الرقيق المخصص اللي انت بتقدر تعمل بيه سندوتش الدونر. بتبتدي تحط اللحمة وبعدها البطاطس وبعدها الطماطم والخيار، وبتحط الجبنة الموتزاريلا على الوش. بعد كده بتلف السندوتش وبتبتدي تسخن السندوتش لحد ما يظبط. وهو واحد من أجمل السندوتشات الشعبية موجودة في كازاخستان، اللي بتلاقيه في كل حتة في كازاخستان. شيلبيك. شيلبيك هو تلاقيه عبارة عن خبز مسطح تقليدي موجود ومنتشر جدا في آسيا الوسطى. هتلاقيه بيستهلك بشكل شائع جدا في جميع أنحاء المنطقة. هتلاقيه مكون من البيض ودقيق مع حليب وزبدة، زبدة حامضة وملح صودا وزيت نباتي، وطعمه حلو جدا للغاية. المنتي. المنتي يا جماعة، لو قررت تجرب أكل المنتي الكازاخستاني فكن مستعد لتوضيح صوتك المنطقي. بدل ما انت هتتناول 5 وحدات من المنتي، هتلاقيك بتاكل منتي بأعداد كبيرة، وهي زلابية لذيذة. هتلاقيها محشية باللحم المسلوق وبتتقدم مع النعناع المجفف. بوسك هو عبارة عن 5 كرات صغيرة من العجين المقلي، بتلاقيها منتشرة كتير جدا في كازاخستان. في معظم الأحيان بيتم طهيها في المناسبات المهمة زي مناسبات الزفاف والعزاء.